اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي، صباح الفل عليكم. أنا بمنتج الفيديو دوت الصبح كده، يعني لسه ما فطرتش والله، بس أنا قلت إيه أعمل لكم الفيديو دوت أمنتجه لكم كده قبل ما أولاد ابني بقى والبيت يبقى فيه تتار. قلت بقى أقعد في الروقان كده أمنتج لكم الفيديو الجميل الحلو ده. آه انا بسلم عليكم طبعا، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات دوت. حبايب قلبي، اللي احنا بنعمل ان شاء الله كده، نعمل مع بعض، نوري البنات اللي هم لسه مقبلين على الحياة، الصغيرين اللي هم هيبقى عندهم بيوت طبعا، وكل بنت لازم تعرف الحاجات دي. الحاجات دي مهمة أوي لكل بنت تدقق فيها وتعرف كل تفاصيل أي أكلة، مش دي وبس. الزبدة طبعا موسمها طبعا الشتاء، بنحب نعمل الزبدة طبعا نخزنها في الشتاء، لأن الزبدة بتاعت الشتاء دي بتبقى هايلة وجميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين يا رب. الزبدة دي 9 كيلو فضلة خيركم. حطيناها طبعا في حلتين كده، لأن ما ينفعش أحط 9 كيلو في حلة واحدة عشان بتعمل فوران. تخلي بالك دايما، لأن هي أول ما بتسيح وتبتدي في الغليان بتعمل فوران. تمام يا حبيبة قلبي، احنا مع بعض اهو سيحنا اول خطوة اهي، عشان برضو تاخدي بالك، لان في ناس كتير بتحرق الزبدة وما بتبقاش واخدة بالها. ركزي كويس في الفيديو دوت، عشان قدح الزبدة دوت مهم، لان كل بيت وكل ست وكل بنت هيجي اليوم ان هي البنات هتقدح الزبدة في بيتها. مش هتقول لها يا ماما تعالي، ولا لا، اتشطري واعملي بقى، وري جوزك شطارتك، وري جوزك بقى، ووري اهل جوزك بقى ان انت شاطره وبتعملي بقى، بتقدحي الزبده والحاجات دي كلها. اقول لكم على حاجه، انا الزبده دي عرفتها على كبر يعني. مش هقول لكم ان انا كنت بروفيسوره يعني وانا بنت، لا، انا كنت قروبه كده، بقعد اشوف امي الله يرحمها حبيبه قلبي. كانت بتقدح الزبده وكده، بس انا ما كنتش مركزه معاها قوي. لما اتجوزت طبعا وسألتها، قالت لي ابقى ايه اقفي جنبي وانا بعمل الزبدة وشوف انا هعمل ايه. حبيبة قلبي، ربنا يرحمك يا روح قلبي يا حبيبتي. كنت اقف، وقفت جنبها طبعا واتعلمت الزبدة تتقدح ازاي. ووالدتي الله يرحمها هي اللي عرفتها لي بصراحة. فانا بقول لكم اعملوا كده تبقوا اشطر مني. انا ما عرفتش اعملها وانا بنت، كنت بتدلع بقى وكده. عملتها لما كبرت، مامتي هي اللي عرفتها لي. فجدعاني وخليكي شطورة كده، عشان كل بنت لازم هتفتح بيت وهتشيل مسؤولية، والجواز ده مسؤولية كبيرة جدا 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 جدا. الواحد بصوا يعني المطبخ دوت يعني خد منه رقات خبرة وكده. بصراحة يعني، فالشاطرة اللي تخش المطبخ الشاطرة. طبعا يا حبيبة قلبي كده الزبدة كده ساحت اهي، بدت الغليان، وكده دخلنا في الجد طبعا. لو حسيت ان هي هتبتدي بقى ايه تعلى في الفوران، لازم تهدي النار وايدك فيها يا حبيبة قلبي،
ما تشيليش ايدك منها. يعني هتقولي اعمل حاجة تاني، احضر حاجة. دي زيها زي اللبن مثلا، لو سبت اللبن كده هيفور. تمام يا روح قلبي، هيفور منك. فانت دي زيها زي اللبن، تاخدي بالك عليها كويس قوي قوي قوي. كمان بتطلعي المرتة بتاعتك جميلة ومستوية وما تتحرقش ولا حاجة. احنا مع بعض يا حبيبة قلبي اهو، فيديو جميل وفي خير وكله خير. واتمنى ان انا يعني ايه اوريكي حاجة يعني. لو الفيديو عجبك طبعا واستمتعتي بيه ولقيتيه حلو وسهل وافادك، حطي لايك بقى وفعلوا الجرس. لان انا استاهل قوي اللايك، عشان انا هفيدك بجد. تمام يا حبيبتي قلبي، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تسمي كده بالله طول ما انت واقفه كده. سمي بالله وصلي على حبيبك المصطفى عليه الصلاه والسلام. ربنا بيبارك لك في كل حاجه، ويبارك لك في صحتك. تبقي واقفه برضو كده صحتك. انا ببقى قايمه كده من النوم مخسعه كده وتعبانه من قلبي والتعب اللي انا فيه. بس والله يعني ايه، طول ما انا قاعده ماسكه السبحه وبسبح وبذكر الله. اذكروا الله على قد ما تقدروا يا اولاد، لان احنا بدون ذكر الله والصلاه على حبيبنا المصطفى الدنيا مش هتبقى دنيا. بصوا كده يا حبايب قلبي، بدأت تروق اهي. دخلنا كده في الجد اهو يا حبيبه قلبي، دخلنا في الجد. يعني ايه، هدي بقى النار يا روحي، عشان كده بدينا ان هي هتروق. اول ما الدنيا تروق قدامك كده وتهدي كده، انا كده طفيت النار على فكرة. كده انا طفيت النار عليها. هي بدأت خلاص صافية اهي، وروقت بتروق تمام تمام. وتحطي بقى شوية ملح صغننين عشان المرتة بتاعتك تاكليها وهي رايقة وحلوة كده ومملحة وجميلة. بصوا يا حبايب قلبي، الله أكبر، صلاة النبي أحسن. هو الفيديو جري شوية، ما يعني إيه، اعذروني. لكن هي كده الزبدة خلاص، والمرتة الجميلة أهي. بصوا لونها حلو كمان، مستوية مش محروقة ولا بني محروق ولا نية، لا جميلة جدا اهو يا حبيبة قلبي. عملت ما شاء الله، الله اكبر. بصوا شفشق دوت غويط جدا، وبرطمان كبير وبرطمانين صغيرين. الله اكبر. هنعمل ايه بقى؟ طبعا بعد ما الزبدة كده انا سبتها قيمة مثلا ساعتين، بردت كده وعملت قوام وجمدت. فاولادي قالوا لنا يا ماما اعملي لنا رز معمر. يعني زوجي من هواة الرز المعمر اللي انا بعمله، بيحبه جدا جدا. فانا حبيت اعمل لكم بقى ايه بالزبدة طبعا. نعمل حبة رز معمر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة النبي احسن. امسكي الرز يا روح قلبي كده دوت. انا كنت عاملة مثلا ايه، اعملي كيلو مثلا، عايزة تعملي نص كيلو حسب المعون اللي عندك هتعملي فيه. اعملي على قد الرز اللي انت عايزاه. انا طبعا فضلت خيركم عامله ايه، حوالي 2 كيلو رز، او كيلو يعني ايه، يعني كيلو ونص رز. هقسمه على ايه، هقسمه على الطواجن. انا هعمله في الطاجن. امسكي الرز يا روح قلبي، اهرسيه، اهرسي فيه الزبده كويس جدا جدا. غلفي الرزايه كده بالزبده، تمام. وحطي السكر بتاعك برضو مع الزبده. اهرسي ده مع ده وشبعي الرزايه كده، عشان تتغلف بالحته السمنه بتاعتك الزبده، عشان بيبقى رز بقى غني وجميل كده وطالع روعه روعه روعه. بصوا انا بقسم الرز اهو يا حبايب قلبي، بقسمه على الطاجنين، عشان انا هعمل في طاجنين. والطواجن دي كبيره برضو، هي ما بتبانش كبيره بس هي كبيره. تمام. سموا بالله كده وصلوا على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. اهو انا قسمت الرز بعد ما غلفته بالزبدة والسكر. دعكتهم كويس جدا مع بعض عشان تغلفي الرز بتاعك بالزبدة
ويبقى غني وجميل ودسم وحلو قوي قوي قوي. ودوت حوالي 1.5 كيلو لبن اهو يا حبيبة قلبي. وهقسمه برضو، هقسمه. ولو حسيتي ان انت طبعا برضو انا هديله شوية مية، يعني مش هيبقى لبن سادة. حطي شوية مية برضو، ظبطي شوية للطاجن ده وشوية للطاجن ده. انا بصراحة مش بتاعت مقادير، انا بعمل كده ببركة حبيبنا المصطفى وذكر الله وصلاته على النبي. انا بعمل كده يعني بالبركة. قلبي بقى كده تقلبتين عشان السكر بتاعك يدوب. طبعا هتنزلي باللبن يكون سخن، تمام، ما يبقاش بارد. عارفة ليه يا حبيبة قلبي؟ عشان يقوم معاكي على طول في الطاجن. دي حتة قشطة كده كانت عندي فحبيت احطها، بس انا غلطت ان انا حطيتها في الاول. ليه بقى يا حبايب قلبي؟ لان الزبده القشطه هتفور وهتروح مني، فانا دي غلطه غلطتها. فانتوا بعد ما الغليان كده والدنيا تهدى شويه ابقوا حطوا حته قشطه عليها، لان حته القشطه دي هي اللي هتعمل لك تغلف الرز، ما تخليش الوش بتاعه ينشف ويبقى يعني ايه الدنيا كده مش كويسة. في القشطة دي بتطري لك وش الطاجن بتاع الرز المعمر يا حبيبة قلبي. تمام، سهل جدا وبسيط والله. فاحنا حبينا بقى ايه، قلنا بقى عشان كده هنخش على الفرن طبعا وهو سخن. لو انت عايزة تسخني الطاجن كمان قبل ما تحطي الرز المعمر بتاعك، حطي سخني الطاجن وانزلي بالرز بتاعك واعملي السمنة والحاجات الزبدة، وهرسي وظبطي كل حاجة وحطي حتة الزبدة والسكر واللبن وادعكي مع بعض وكده، وقومي نازلة باللبن سخن. يا محلاه يا جماله يا جماله. انا ولادي وعندي كل بيتي وعيلتي بيموتوا في الرز المعمر دوت. وسهل وبسيط، حاجة حلوة كده هتعمليها لحبايبك وتتفنوا بعمايلك وتتهني بيهم ويخلوهم لك يا حبيبة قلبي. دي لقطة كده، هو الرز جوه في الفرن. بس بصوا بقى في غلطة برضو، هو فار فنزل بقى الدسم. انا كان المفروض ان انا برضو ما بقول لكم على الملحوظة دي، ان انا انزل اقلل شوية من الطاجن عشان لما يفور اديله المجال ان هو ما يفورش كده على والدسم بتاعه يروح منه. ادي الرز بتاعنا اهو، الله اكبر، صلاة النبي احسن، ما شاء الله. تدوق الحتة كده، يا حتة مارون جلاسيه زي ما بيقولوا. جميل جدا، رز بالقشطة. اعملوا لايك يا جماعة. السلام عليكم.